مع الأسف الحكومة لم تكن في الموعد، لم تكن في الموعد بسبب تجريف السياسة، محاولة القضاء على السياسة. ولكن راه من الأول قال لك، من الأول من الخيمة خرج مايل، من الأول من الانتخابات جات مايلة. دابا هادشي كنا كنقولوه في الأول، وهما ما بغاوش يتيقوا ولا يصدقوا ولا يقبلوا، والبعض كذلك لم يقبلوا. ولكن اليوم مع وجود على الأقل 32 برلماني في السجن في ملفات فساد، صحيح باقي ما تحاكموش أغلبهم، صحيح أنهم لا يزالوا متهمين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن المتابعة في حالة اعتقال دليل على أن الأمور جدية وليست بسيطة. واش نوصلكم الهد؟ وكثير منهم من أحزاب الحكومة، كثير منهم. داكشي علاش كيقولوا هذوك الشباب راه كاين مشكل ديال الفساد، كاين مشكل ديال الفساد اعترفوا به، والتصنيفات الدولية تثبت هذا. هذاك لانديس دو بيرسيبسيون دو لا كوربسيون ديال ترانسبارونسي انترناسيونال راه كيثبت هذا الشيء، كيقيم بلادنا. مع الأسف كانت عندنا واحد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد توضعت في عهد الحكومة الأولى ديال العدالة والتنمية ستيفن كيران، وبدأت التطبيق ديالها في عهدي أنا، وأنا يعني أشعر بالفخر لأن وضعت المؤسسات ديال الحكامة الأولى، لأن كل استراتيجية وكل برنامج ضروري تكون عنده نظام حكامة، لجنة وطنية للتتبع، لجان أحيانا جهوية وأحيانا قطاعية للمتابعة، نظام للتقييم، لأن إذا ما كاينش التقييم حتى حاجة ما غتسمو. أول شيء درته هذه الحكومة جمدات، دخلت الثلاجة هذيك الاستراتيجية الوطنية، بدل من تخرج التقييم ديالها دخلتها الثلاجة، ولم تنعقد بعدها ولو مرة واحدة اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. طبيعي ما غادي يكونش محاربة الفساد، ما غادي تستمرش بطبيعة الحال. انتم راه شفتوا سحب القانون، مشروع القانون الجنائي الذي كان الصراع عليه والتجميد ديالو في البرلمان كان بسبب بند واحد أو فصل واحد اللي مرتبط بمكافحة الفساد. وهذا مستغرب، لماذا أحزاب تقوم ضد تمرير واحد المادة اللي كتعطي القضاء الحق أو تعطي القضاء الحق في التحقيق في أملاك شخص اعتقل في حالة أو اعتقل في حالة رشوة. علاش ما نبحثوش في الأملاك ديالو؟ لأن واحد المسؤول اللي ضبطناه اليوم في قضية رشوة وهو 30 سنة وهو مسؤول، ما عرفناش اش دار 30 سنة، ماشي مشكل نحققوا في الأملاك ديالو اللي جات بجهده، اللي جات من الإرث، اللي جات لأنه شراها وعنده، ما كاين مشكل، مبارك مسعود. ولكن القضاء آنذاك هو الحكم. لماذا نخاف من القضاء؟ وهذا الشيء فاش وقعنا. ورأينا نخب انتخابات 2021 اللي جات كما قلت من الخيمة خرج مايل، جات عوجة عرجاء بالمال السياسي، المال الفاسد. شفنا النخب ديالها كثير منها في السجن، وعدد كبير غير مسبوق من رؤساء الجماعات تقيله الوزارة المعنية، انطلاقا من تقارير ديال المجالس الجهوية للحساب. معنى ذلك راه عندنا مؤسسات يمكن تقوم باسمه، ولكن السياسيين أيضا خصهم يحرصوا باش تكون النزاهة، الاختيار الجيد للمرشحين لا محليا ولا جهويا ولا وطنيا. وكان عندنا واحد، لأن التعليم كنذكروا دابا التعليم، كانت هناك استراتيجية وطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين اللي هو مؤسسة دستورية تشارك فيه جميع الأحزاب وجميع النقابات والهيئات المهنية والمهنيين إلى آخره، ودار استراتيجية. جلالة الملك أمر بتحويل الاستراتيجية إلى قانون، خرجناه في قانون إطار، أدخلوه أيضا الثلاجة. وينص القانون الإطار على لجنة وطنية لمتابعة وتتبع تنفيذ القانون الإطار.
لم تنعقد هذه اللجنة منذ أتت هذه الحكومة. معنى ذلك هناك أخطاء فظيعة أثرت تأثير مباشر على القطاعات التي خرج هؤلاء الشباب يصرخون ويطالبون بإصلاحها، فهي مطالبات صحيحة. مع الأسف خطاب الحكومة باستمرار، وأنا شيء كيضر، لأن غير معقول. يمكن الحكومة دائما كيخرجوا كيقول لك الإرث القديم الحكومات السابقة، كيعني ديال العدالة والتنمية. دابا إلا قالوا في السنة الأولى مقبول ما كاين مشكل، حنا كنتحملوا جزء من المسؤولية. السنة الأولى، السنة الثانية والثالثة والرابعة بركة، امتى راه عندك غير سنة أخرى، غير 5 سنين. دائما هذا الإرث القديم. واش كدير هاد 3 سنين؟ ما تصلح، راه عندك جميع القدرة. إلا كاين شي خطأ صحو، إلا كاين شي نقص ديروا، شي قانون معيب ولا المراجعة ديالو راجعوا، شي قانون تجيبوا 4 سنين بركة، وراه غير 5 سنين اللي عندك. وجميع وعود هذه الحكومة وخصوصا الحزب الأول ديال هذه الحكومة، جميع وعودها لم تتحقق. قالوا 1,000,000 منصب شغل، فين هي 1,000,000 منصب شغل؟ كاين حتى 200,000 بالتقارير الموثقة للمندوبية السامية للتخطيط. حتى حاجة الحمد لله عندنا مؤسسة دستورية تصدر تقاريرها منتظمة وتقيم. أغلب السنوات عندنا فيها الهدر. شحال نسبة البطالة؟ 13.3%. 13.3%. لما كان كوفيد، أزمة كورونا، عقلتوا عليها؟ في آخر أزمة كورونا شحال كانت نسبة البطالة؟ رغم أنه مشكل عالمي، تجمدت الأنشطة الاقتصادية مدة 3 أشهر لأن الوباء يفرض ذلك، وعندنا إشكالات في الاستيراد وفي التصدير، نتيجة أنه ورغم ذلك وصلنا ل 11.9 في آخر 2020. هذا هو التقرير ديال المندوبية السامية، 11.9. هذا 13.3 هذا رقم لم يسجل قط في تاريخ المغرب منذ حوالي ربع قرن. ربع قرن ما عمرنا وصلنا هذه النسبة ديال البطالة. فلذلك هؤلاء الشباب الذين خرجوا لهم من الجنب، كيتسناو هذوك المعارضة ما تقولوش هذه والى آخره، وكيحاولوا يضيقوا. إلا جابت المعارضة شي لجنة تقصي الحقائق يجيو هما لأن عندهم الأغلبية العددية ما يقبلوش باش تدوز، حتى مثل الفضيحة الكبرى ديال 13 مليار ديال استيراد الأكباش. 13 مليار ذهبت هباء منثورا. لا الأثمنة نقصت وكان الهدف هو ينقص الثمن ديال الكبش، ولا كانت عندنا القدرة باش نعيدوا. وتدخل جلالة الملك بقراره الحكيم لإصلاح هذا الخلل الكبير الذي أتت به الحكومة. فين مشى هذيك 13 مليار؟ الآن خصهم يحققوا في هذا الشيء. ولما أتت المعارضة وفي مقدمتها معارضة حزب العدالة والتنمية باش نديروا لجنة تقصي الحقائق باش نعرفوا 13 مليار لمن تعطات. إلى تعطات لرجال الأعمال ديال الحزب الأول ديال الحكومة، الحزب الأول بين قوسين في الحكومة، دليل على أن هذا خصو تحقيق. هذا راه ماشي هدر المال العام فقط، هذه خيانة الأمانة. فرفضت أحزاب الحكومة إجراء لجنة تقصي الحقائق وصوتت ضدها. يكون ماشي فكرتهم العجينة، غادي يقول لك ما كاين مشكل، يلا سيدي نديروا لجنة تقصي الحقائق ونحققوا في هذا الشيء، نستدعيو الناس الكسابه اللي يشدوا الفلوس. انت شديتي الفلوس، واش جبتي فعلا؟ لان اللي شد الفلوس وجاب الاضاحي وجاب الاكباش الى اخره وبتها في السوق ودار ثمن، ما كاين مشكل. ولكن خصنا نعرفوا واش داك الشيء مشى فعلا بالطريقه النزيهه. هذا هو المشكل اللي كيضيع الوطن واللي كيخرج الناس من ديورهم التظاهر. هذه هي الإشكالات الكبيرة. فعلا هناك ملفات أثارتها الصحافة، وتحية للصحافة فعلا، لأن الصحافة سلطت الضوء على عديد من هذه الملفات، وتحية لهم. ولكن
الحزب الأول في الحكومة حاول أن يؤمم الصحافة الخاصة، حاول أن يحيدها عن مسارها، فهمتيني؟ والحمد لله باقي صحفيين نزهاء وشرفاء، ولكن حاولوا يسكتوا كل شيء. كما قالت الأستاذة الحيطي، ياك واحد النهار قلت لهم هذاك في ذكر ماذا؟ علاش جبت هذيك القضية ديال إلا حريتي الروبيني كيخرج الماء؟ علاش جبتها؟ اتونسيون، واحد النهار كان هناك واحد الضجة ورد فعل على الماء ديال الرباط اللي كيجي من سد أبو رقراق، وقالوا كاين واحد المؤسسة بلا ما نذكرها النفايات ديالها كتمشي لهذاك السد، وتشككوا الناس في الماء وخافوا من الماء اللي يكون ملوث. عندهم الحق، درنا تحقيق ومشيت عين المكان انا شخصيا، ولكن قبل من داك الشيء الوزاره المعنيه الى اخره، والوزير هذيك الساعه اخره، ودرنا التحقيقات وشفنا بان القضيه، شفنا كيفاش تشتغل محطه المعالجه. ولكن انا شفت عدد من الاطر، من تقنيين، من اداريين، من مهندسين يحرصون على الماء الشروب يكون نقي 24 ساعه على 24 ساعه، بمعنى إلا فتحتي الروبيني ووصل عندك الماء سكت تشكر الله، تحمد الله وتشكر هذوك الأطر اللي خدامين ليل نهار لا يعرفهم أحد، ماشي وزير ولا مسؤول، لا، هاد الأطر. فأنا نتمنوا العمل ديال عدد من المغاربة اللي خدامين في مختلف المؤسسات. الماء هذا جزء، ولكن الكهرباء عندنا مستمرة. أنا عشت طبيب في واد الزنب في آخر الثمانينيات، أنا تعينت 87 طبيب في واد الزنب، كنت طبيب عام، كنا ندير تخصص الطب النفسي، وكان الماء كيتقطع عندنا بالليل، كنا العشيه مع 9 ولا 10 كيتقطع الماء حتى 7 الصباح ولا 6 الصباح، بمعنى كان هناك انقطاع. ودار جهد وطني قبل ما نجيو حنا كعداله التنميه الحكومه، قبل الحكومه ديالنا دار جهد وطني لتعميم الماء الشروب. المدن الان كلها فيها الماء الشروب، هذا جهد. فلذلك انا كنقول هذه نعمه وعمل وطني، داروه خبراء وداروه وطنيين وداروه اطر ومستخدمين خدامين ليل ونهار، لان هذيك المحطات يجب دائما مراقبتها. فلذلك اللي حليتي الروبيني وخرج الماء عرف بانه وراءه جهد وعمل، استراتيجيات سابقه باش يدار هذا الجهد، هذا السدود ومحطات المعالجه ومحطات الى اخره، وايضا للاستمرار في هذا الجهد. فلذلك أي حكومة ما عندهاش الحق تراجع على هذيك الأمور الجيدة التي بناها المغاربة بعرقهم، بجهدهم، بعملهم طيلة عقود منذ الاستقلال إلى اليوم. البناء مستمر وغادي يستمر، وكل واحد كيستمر على اللي قبل منه. فلذلك أنا أنصح هذه الحكومة بأن تزيل من خطابها السابق، الحكومة السابقة. هذا الشيء يمكن يتقال في السنة الأولى، اليوم ما بقاش هذا العذر. أرجعوا السياسة إلى عمق العمل الحكومي، تواصلوا مع المواطنات والمواطنين، افتحوا الإعلام العمومي باش يجيب السياسيين ويناقشوا، ولا تنزعجوا من الآراء المخالفة، لأن الديمقراطية هي أن أسمع للرأي المخالف. ماشي صحفي دار كتمشي شكاية عند وكيل الملك وكتطلب الاعتقال ديالو. وسعوا خواطركم شويه، المسؤول خصو يكون بمنزله بحال الاب، كيوسع خاطره، واحد شويه د الهضره، واحد شويه اسمه طبيعي، ضروري. ولا ديمقراطيه بدون قبول الراي المخالف، لا ديمقراطيه بدون حريه التعبير. خليوا الصحفيين يخدموا، الله يجزيكم بخير، خليوا الصحافه حره تعبر بحريه، تنتقد. احنا عندنا وطن، السقف هو الوطن، ثوابت الوطن، الباقي كله يجب ان يخضع للنقاش. هذه هي الديمقراطيه الحقيقيه. مره اخرى احييكم. شوف الكلام دون سجون، انا ما غاديش نطول عليكم، لان الا جيت نزيد امور اخرى. احييكم واحيي نجاح مؤتمركم، احيي الاخ
الأمين العام، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. وأنا نقول لكم غير واحد النصيحة قبلوها مني: العمل السياسي كينفع البلاد إلا كان عمل سياسي نبيل. لا تنتظروا من السياسة أن تغنيكم، لا تنتظروا من السياسة أن تزيدكم مالا، لا، أنتم خصكم عندكم خدمة ديالكم اشتغلوا فيها بكل عصامية كي تساهموا في بناء الوطن، ومارسوا السياسة للإصلاح. فهمتيني؟ تنمرت نما أي ستما دايتما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.